السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ النهاردة في فيديو جديد، فيديو جميل من التحليلات اللي بنزلها كل يوم. بشكركم على المشاهدات الجميلة في الفيديوهات الأخيرة اللي نزلتها، وإن شاء الله زي ما قلت لكم كل يوم هننزل حاجة جديدة، حاجة مختلفة عن اللي بيحصل في الساحة العالمية والساحة الرياضية. امبارح كده في الساعات القليلة الماضية الدنيا اتقلبت على مين؟ على محمد صلاح. محمد صلاح زي ما احنا عارفين اول ماتش في الدوري بيلعبوا تشيلسي. في الشوط الاول قدم اداء كويس، كرة في العارضة، اسيست، هدف جابه حلو اتلغى، عمل شغل كويس. في الشوط الثاني اللياقة البدنية تقريبا وقعت شوية، انا ما شفتوش طبعا الشوط الثاني، و يورغن كلوب خرجه في تبديله في الدقيقه 70. طبعا محمد صلاح زي ما احنا عارفين كان خارج وهو غضبان، وفك اللزق وهو غضبان، وطبعا يورغن كلوب عمل نفسه بيشرب من الازازه ومش شايفه، وقال بعد المباراه اني انا ما شفتش محمد صلاح وهو غضبان وما اعرفش هو غضب ليه. من حقه يكون محبط لان خرج، بس احنا في الشوط الثاني كنا عايزين حد يرفع اللياقه البدنيه، ومن الطبيعي ان يغيره، وانا المدرب هنا وانا اللي بتحكم في كل حاجه. يعني من الواضح ان ايه، في حرب بارده ما بين صلاح والمدرب يورغن كلوب، والدنيا يعني ايه مش كويسه ما بينهم هما الاثنين. زي ما احنا عارفين ان ليفربول فضل فريق من نجومه، ساديو ماني مشي رايح لبايرن ميونخ، وانتقل طبعا للنصر السعودي مع كريستيانو، وفيرمينيو انتقل للدوري السعودي مع اهلي جده، فالفرقه فضيت ما بقاش فيها غير صلاح، فصعب يعمل حاجه الموسم ده قدام طوفان مانشستر سيتي اللي مهيمن على كل البطولات الأوروبية وفي انجلترا في الوقت الحالي. الكلام على مين؟ الكلام على ان المواقف اتغيرت. بعد ما كان ليفربول متمسك بصلاح قال لك لا احنا عادي، مش مشكلة لو الراجل لو هيمشي عادي. بعد ما صلاح كان متمسك بليفربول قال لك لا انا اعطيت الضوء الاخضر لإدارة اتحاد جدة السعودي انه يتفاوض مع ليفربول على انتقالي الى السعوديه. في تطورات في الامر بعد زي ما قلت لكم ماتش تشيلسي وليفربول واللي حصل فيه، شرحت لكم بالصور. المواقف اتغيرت، ليفربول ما بقاش عايز محمد صلاح، ومحمد صلاح ما بقاش عايز ليفربول. فمين اللي دخل في القصه؟ دخل اتحاد جده السعودي. زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده برضه عشان تعرفوا ان ما بجيبش اخبار غلط، قلت لكم ان صلاح او اتحاد جده عرض على محمد صلاح 2 مليار ريال سعودي في الموسمين، يعني 1 مليار ريال سعودي في الموسم الواحد. فبنسبة كبيرة محمد صلاح هينضم الى كتيبة نمور السعودية مع كريم بنزيما وكانتي وطارق حامد وغيره. الساعات القليلة الماضية هنشهد تطورات، ومش بعيد رسميا نشوف محمد صلاح في اتحاد جدة زي ما رياض محرز راح، وساديو ماني راح، وفيرمينيو راح. يعني بتكلم عن الناس اللي كانوا في الدوري الانجليزي. مين تاني في الدوري الانجليزي؟ الواد اللي في الهلال البرتغالي، مندي، كانتي، كل دول كانوا في الدوري الانجليزي وراحوا للدوري السعودي. فمش بعيد ان صلاح هيكون اللاعب الخامس اللي انتقل من الدوري الانجليزي للدوري السعودي. الحاجة التانية، الهلال السعودي دخل في مفاوضات متقدمة مع البرازيلي نيمار مقابل 100 مليون دولار في السنة زي ما قلت، وقالوا له ليك مزايا خاصة، طيارة خاصة، قصر كامل متكامل. قالوا له ايه تاني؟ في مكافآت رهيبة في حال الفوز. يعني ادوا له شوية من الإغراءات كده عشان الراجل يوافق بالعرض بتاع الهلال. وغالبا كده نيمار ومحمد صلاح الاثنين هنشوفهم في الدوري السعودي خلال الساعات القليلة الماضية. فأنا بقيت متشوق جدا أشوف النجوم دول في السعودية، وعايز أتفرج عليهم بشغف وبفارغ الصبر على هؤلاء النجوم. إن شاء الله شباب مستنيكم على التيك توك، وإن شاء الله ألقاكم في فيديو جديد هنا على اليوتيوب. أتمنى تسيبولي آرائكم في الكومنتات واللايك الجميل،
واللي مش مشترك عندي يشترك بتفعيل الجرس. هتلاقوا حاجات حلوة كتير في التحليلات. وبشكركم جدا يا شباب.